شايفين الجمال ده مش مجرد فيديو ولا مجرد طبق شعرية عادية. ده منقذ جوع نص الليل اللي ريحته هتجيب لآخر الشارع حرفيا. هقولك على السر، بس يارا ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات وتقولي لي بتتابعوني من اي بلد. اول حاجة كان معايا كيس من شعرية 350 جرام. طبعا ممكن تستخدمي كوباية بس شعرية على قدك، بس انا متأكدة انك هتزودي الكمية بعد كده. وبعد كده هتجيبي في طاسة على النار معلقة سمنة حلوة كده مكلبظة. وبعد كده اول لما تبتدي تسيح هتنزلي عليها بالشعرية. اول لما تبتدي الشعريه تحمر كده وتاخد لون، هبتدي انزل عليهم بالسر كله واللي ريحته هتجيب لحد اخر الشارع 3 معالق من جوز الهند. وهبتدي اقلب فيها كده. اول لما ريحتها تطلع هبتدي انزل عليهم بثلاث كوبايات من الميه عاديه جدا من الحنفيه. طبعا دوت المعيار على مقاس كيس الشعريه اللي هو 350 جرام. هبتدي اقلب اول كوبايه كده، وبعد كده هنزل بالكوبايتين التانيين لحد بقى لما تبتدي تستوي. اول لما تبتدي تغلي كده هقوم جايه مغطياها واوطي عليها النار على الهادي وحد لما تستوى تماما، مش هتكمل دقيقه ونص كده على النار. وبعد كده بقى هبتدي اطلعها واحطها في طبق التقديم بتاعي. عايزه اقول لكم بصوا مفرفره ازاي ومش معجنه في بعض، ما شاء الله، تحفه جدا. هبتدي بقى اقدمها في طبق التقديم بتاعي. طبعا في ناس كتيرة بقى هتختلف على طريقة التقديم. انت ممكن تقدميها مع سكر بودرة وحبة جوز الهند تاني وحبة زبيب، وممكن تقدميها مع لبن سخن والسكر، وممكن تقدميها مع عسل اسود كده شبهي. انا بصراحة بحب احطها عسل اسود كده، مفيدة وكمان مغذية. ولو حد عنده انيميا بتبقى حلوة جدا بصراحة للانيميا، ومغذية وبتدي طاقة كده، وبجد تحفة جدا. قولوا لي بقى بتحبوا انهي ميكس، العسل الاسود شبهي ولا هتعملوا سكر بودرة ولا هتحطوا لبن؟ انا ممكن كمان احط معلقة لبن كده عليها وانا باكلها، انا بعمل كده ساعات. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا ومفيد بجد، وكمان مغذي بطريقه رهيبه. يعني فيه يعتبر نشويات، في حديد، في كالسيوم، يعني في كل المكونات. اتمنى تجربوه.